مصر بتتعادل مع بلجيكا 1-1 في مباراة من أهم مباريات مصر في تاريخها. أقسم بالله يا جماعة اللي مصر النهاردة عملته وطمعانة في الفوز، وآخر ربع ساعة بلجيكا بتدافع قدامك عشان تحافظ على النقطة. أقسم بالله ده يحتسب لحسام حسن. تبدأ المباراة والمصر ضاغطة بتلعب ب 4-4-2، حتى صلاح ومرموش قدام وضاغطة من ورا، ودوكو عمال يروح ميلي ميلي الشمال للنص. مش لاقي منفس، مش لاقي منفس يا جماعة. محمد هاني قافل عليه مية ونور، راح لفتوح لقى قافل عليه مية ونور. مصر النهارده بتعمل مباراة، اقسم بالله يا جماعة مباراة فوق الخيال. كنا طمعانين في الفوز، جاتنا كذا كورة، كذا 100 كورة. امام عاشور جات له كورة قدام الجون برضو اللي شاطها وعد بالعرض دي. اي شوطة ليها كانت في الجون. كنا طمعانين النهارده، حسام حسن النهارده طمعنا في الفوز. انا امام عاشور النهارده خد راجل المباراة على الجون اللي جابه. اقسم بالله يا جماعة جون عالمي. عالمي امام عاشور، عالمي. جون يا جماعة خرافي. انا الواحد يعني انت فرحان وفي نفس الوقت زعلان ان احنا كنا النهارده، احنا قادرين ان احنا نكسب، احنا قادرين ان احنا نفوز، احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه اكتر، احنا قادرين ان احنا ناخد 3 نقط. انت الجون اللي جه فيك غلطه ومحمد هاني الكره خبطت فيه ودخل الجون. فاحنا كنا قادرين ان احنا نسجل. حسام حسن النهارده هو راجل المباراه بالنسبه لي. عمل مباراه تكتيكيه على بلجيكا يا جماعه، مباراه جامده. عارف بيدافع امتى، عارف بيهاجم امتى، عارف بينزل مين مكان مين. طلع محمد صلاح، يعني انا دي كانت بالنسبه لي هي الثغره، علشان محمد صلاح طول الماتش عامل ماتش كويس جدا. كان عمال يوزع كوره يمين وكوره شمال وكان يعني كان كويس خالص، يعني من احسن ماتشات محمد صلاح مع المنتخب في الفتره الاخيره. بس برضو الجماعه اللي نزلوا قدروا ان هم يضغطوا. هو بس انا بالنسبه لي كان نزل هيثم حسن مكان ابراهيم عادل، دي كانت هتفرق معانا جدا. ده ماتش مهم جدا. عندك الهدف اللي امام عاشور سجله، هدف خرافي يا جماعه اقسم بالله. كورتوا حتى ما يعني مش لاحق. ده لو قعد 3 سنين عشان يترمى على الكوره عشان يجيبها مش هيلحق يجيبها. امام عاشور خد راجل المباراه. طبعا يا جماعه انا بالنسبه لي هو حسام حسن هو راجل المباراه. طبعا زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التشكيله، هي يعني حسام حسن نزل بنفس التشكيله حطها. الفرقه كلها كانت فيها النهارده، الفرقه كلها كويسه. مفيش حد وحش. مرموش كان يعني كان في انانيه في الاول، في اول الماتش. بس برضه يا جماعه يعني نعذره ان هو واخد قرار انه ياخد الكرة ويجري. هو واخد الكرة ويروح يشوط. ما تقعدش انت تنزل تسجل، يعني عايزك تنزل تهاجم. انت حطك انت وصلاح قدام عشان تعملوا حاجه. فهو الراجل برضه يا جماعه عايز يعمل حال المنتخب. ماتش مهم جدا، نقطه مهمه جدا قدام بلجيكا، كان قادرين ان احنا ناخدوها 3 نقط منهم. بس الحمد لله ايا كان قدر ولطف. الماتش الجاي ماتش مهم جدا، والماتشين الجايين اقسم بالله يا جماعه. لان انت ايران ونيوزيلندا الفريق اللي هيفوز منهم انت هتلعبه وانت معاك كام نقطه، معاك نقطه وهو معاه 3. فهو التعادل بالنسبه له يصعده، انت لازم تكسبه. فنتمنى ان الفريقين اللي ايران ونيوزيلندا الماتش يخلص تعادل. عايزين بقى ايه الماتش الجاي؟ انت تحط بقى هيثم حسن، تحط تريزيجيه. عايزين نكسب، عايزين الماتش الجاي بدل ما نبقى نلعب بدفاع ونحط 3 في نص الملعب، لا احنا نحط 2 في نص الملعب وتحط واحد كمان قدام نهاجم. فاحنا يا جماعه لازم الماتش الجاي نكسبه باي وضع باي شكل. انت لازم الماتش الجاي تكسبه، مفيش كلام. بلجيكا بعد الماتش ده هتنزل الماتش الجاي تاكل الاخضر واليابس، وانا بقول لك أهو. انت النهارده اهنتها وسط جمهورها، واهنتها قدام العالم كله. كانت بتعمل ايه بلجيكا؟ مش قادره انها تعمل حاجه قدام منتخب مصر. كل اللي كانت عايزه انها تحافظ على النقطه وانها تخلص تعادل. لدرجه ان هو يأس في الاخر وطلع دوكو وطلع دي بروين طب هو فضل مين؟ فضل مين كده؟ هو دي بروين ودوكو اللي في المنتخب بلجيكا. فضل لوكاكو. ولما نزل اي نعم عمل خطوره. بس برضه يعني الكره اللي جات له الوحيده خبطت في محمد هاني ودخل الجول. فاحنا عايزين الماتش الجاي ان احنا ما نتسرعش، نلعب بالراحه. عايزين الحمسه اللي هي اللي جوه دي. انت عايز جواك حرجه، انت جواك بص مشجع في نفس الوقت. انت عايز تنزل تفوز، انت عايز تنزل تكسب. وفي نفس الوقت الهدوء. احنا برضو لازم نعرفوا قيمه نفسنا. احنا منتخب مصر يا جماعه، احنا منتخب مصر 7 بطولات افريقيا. مفيش منتخب في افريقيا يقدر ان احنا بنعمله. الف مبروك لمنتخب مصر على النقطه. وربنا يستر على الماتشات الجايه. وان شاء الله ان شاء الله الماتش الجاي يفوز لمنتخب مصر. السلام عليكم.